السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انبهار ودهشة الإعلام الأمريكي والإسرائيلي من مهارة فريق الغواصة الجزائرية التي دخلت إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تساند قطاع غزة وفخوراً بما تفعله الجزائر من أجل فلسطين، اضغط لايك للفيديو وأثبت بأنك جزائري حر وأصيل. ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. إذا بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساعدة قطاع غزة بالوقود والغاز، واضطر الجيش الجزائري إلى إرسال غواصة جزائرية إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة من أجل تأمين السفينة الجزائرية المحملة بالوقود والغاز. وهذا الذي جن جنون المسؤولين الإسرائيليين، حيث صرح رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي وأدلى بتصريحات في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، وقال: لقد اندهشت من المسؤولين الجزائريين بإرسالهم غواصات تبحر في المياه الإقليمية لقطاع غزة. وبالرغم من وجود حاملات للطائرات الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الغواصات الأمريكية والفرنسية، وكذلك بالإضافة إلى أسطولنا البحري، فهؤلاء المسؤولين الجزائريين مجنونين حقاً. فهذه عملية انتحارية بمعنى الكلمة، فنحن أطلقنا عليها بعض الصواريخ من أجل تخويف طاقم هذه الغواصة وعودتهم من جديد إلى الجزائر، ولكننا تفاجئنا باختفاء هذه الغواصة، ولا نعرف مكان هذه الغواصة الجزائرية حتى الآن. وتفاجأنا أيضاً أن هناك بعض الصواريخ أطلقت علينا، ونحن نعلم أن هذه الصواريخ أطلقت من الغواصة الجزائرية لتحذيرنا. فنحن نحب أن نطمئن الجزائر أن الوقود والغاز سوف يذهب إلى أهالي غزة، ولكن نطالبكم بعودة هذه الغواصة فوراً إلى الجزائر، منعاً لأي احتكاك بيننا وبينكم، لأننا لا نريد توسيع الحرب، فنحن لدينا ما يكفينا، ونعلم مدى قوة الجزائريين في الحروب، فهم إذا دخلوا حرباً دائماً ما يفوزون وينتصرون، مثل ما حدث في حرب أكتوبر عندما دخلوا الحرب بجانب المصريين وانتصروا في النهاية. وفي الأخير، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد.